هنشوف دلوقتي فكرة بسيطة جدا من صور قديمة هتطلع لنا حاجة شكلها تحفة جدا. هنا انا اخترت علبة دواء هنلزق عليها الصور اللي احنا هنقطعها. بعد كده هنقص الاطراف بتاعة العلبة وهي كده جاهزة عندنا. احنا محتاجين اي صور قديمة او كتب قديمة هنستغلها بدل ما تترمي، هنقص منها الصور الحلوة ونحولها لستيكر. خليكي معايا عشان نشوف ازاي. هنبتدي نقص الصور من الكتب القديمة بتاعتنا، هنقص منها الصور، نختار صور شكلها يكون حلو او الصور اللي تعجبنا وتشد الاطفال. بعد ما قصينا الصور هنحطها على الكرتونة. بعد ما حطينا الصور على الكرتونة هنلزقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنحط اللزق عليه بالشكل زي ما انتوا شايفينه كده. هنقص دلوقتي الستيكر عشان نبتدي نزين بيه الكشكول بتاعنا، وبكده يبقى احنا عندنا احلى ستيكر من خامات بسيطة جدا وكتب قديمة، واستفدنا من الكتب القديمة في ان احنا نعمل ستيكر وفكرة لذيذة الاطفال يحبوها. وعلى فكرة مش لازم احنا اللي ننفذ الفكرة دي، ممكن اولادنا او اطفالنا او حتى المدرسين في الحضانات ممكن يخلوا الاطفال يشاركوهم فيها، لان هي بسيطة وممكن يستعملوا المقص بتاع الاطفال في قطع الصور وما فيهاش اي قلق عليهم، بالعكس ده هيبقوا مبسوطين جدا بيها. ولو حبينا نخلي الستيكر بارز هنحط في الظهر قطعة فوم صغيرة او دبل فيس من التخين شوية، هيدي بروز للستيكر ويخليه عالي عن سطح الدفتر او الكشكول شوية، بيدي شكل جمالي. لو عجبتك الفكرة شوفي الفيديو اللي جاي هيكون فيه فكرة احلى، ولو عندكم اي تعليقات او افكار جديدة قولوها لي في الكومنتات.